لو انت طالب اي اس تي دايما بيبقى عندك مشكله في سيكشن without using calculator، ودايما ولادي بيقولوا لي يا مستر امير احنا خلاص اتعودنا على الكالكوليتر، فازاي دلوقتي هستخدم دماغي في حل كثير من المسائل؟ طب هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، هديك تريكات رهيبه جدا خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله، خلال الفتره اللي جايه هبعت لك شويه فيديوهات تحل لك اي مساله باسهل الطرق، وفي نفس الوقت هي تريكات مهمه جدا ممكن ما تكونش عارفها وممكن تكون عارفها، بس 90% منكم مش عارفها. تعالى اوريك دلوقتي بعض الحاجات المهمه جدا اللي بتجي لنا في الامتحان. لو جالك مثلا اي حاجه وقال لك 23 ملتبلاي 21 تتعامل ازاي؟ بص يا سيدي، الموضوع سهل. هتعمل 2 تايمز 2 هيدينا 4، اتفقنا؟ وهتعمل 3 تايمز 1 هيدينا 3 وتحط بينهم داش كده، خلاص؟ بعد كده روح انت واخد اللي في النص دول 3 تايمز 2 ب 6، 1 تايمز 2 يدينا 2، اعمل لهم ادنج يديك الريزلت ايكوفالنت تو 8، فاصبح الانسر 483 بمنتهى السهوله. واحد تاني يقول لي يا مستر طب افرض جالي مثلا 42 ملتبلاي مثلا باي 21 تعملها ازاي؟ بص يا سيدي الموضوع سهل قوي. بص يا معلم، نفس الفكره، هتعمل 4 تايمز 2 يدينا 8، هتعمل 2 تايمز 1 هيدينا 2. طب لو انت خدت اللي جوه دول 2 تايمز 2 4 وخدت 1 تايمز 4 ب 4، تيجي تعملهم ادنج مع بعض يدينا كام؟ 8، حطها. الموضوع بقى سهل جدا. يبقى مفيش مساله هتقف قدامك غير لما تعرف تحلها. يبقى هنا 3 5 مثلا ملتبلاي باي 25 اهو رقم مكلبس شويه. هنعمل ايه؟ يلا 3 تايمز 2 ب 6، طب 5 تايمز 5 هيعمل 25 هيبقى 5 وهنحط ال 2 هنا، اتفقنا؟ طيب هتاخد بقى اللي جوه 5 تايمز 2 ب 10 و3 تايمز 5 ب 15، اعمل لهم اد يديك 25. اصبح بقى هنا عندك 2 وهنا عندك، خلي ال 2 دي تحت خلاص، خلي ال 2 دي موجوده هنا، ركز معايا، وخلي ال 5 اللي احنا كاتبينها دي تبقى مكتوبه هنا. تعال اعمل لهم ادنج يا معلم، هيبقى عندك 5 عندك 7 عندك 8، شكرا، يبقى الانسر 875. يبقى الموضوع بقى سهل جدا، اي مساله 2 ديجيت ب 2 ديجيت هتحلها بنفس الطريقه. ارجع بقى بدماغك للطريقه القديمه هتلاقي نفسك موضوع صعب شويه عليك، لكن الطريقه دي اسرع طريقه ممكن تحل ملتبلاي 2 ديجيت باي 2 ديجيت. لو انت عايز مزيدا من التريكات دي ابعت لي قول لي المسائل اللي بتقف قدامك وانا ان شاء الله هحلها لك بشكل سريع جدا، عشان موضوع التايم ده very very important في امتحانات الاي اس. اشوفك دايما على خير، معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.